اتفرجوا كده على الفيديو ده. شوفوا بالله عليكم شوفوا القصه الفرعونيه. يا ساتر يا رب، المتحف اتغرق. تمثال رمسيس وقع، اخر ورا دي اثار بلدنا. هدي كلب الحمايه المدنيه، المتحف كله هيقع. ده جزء من فيديو معروض ومنتشر جدا على السوشيال ميديا، وهو غرق المتحف المصري الكبير. توضيح يا جماعه، باين قوي ان هو فيديو اي. القصه بقى مش في كده. القصه للاسف اللي عمل الفيديوهات اكيد واحد عربي، سواء بقى مصري او مش مصري. اللي عمل كده كان يقصد ايه، وليه بيعمل كده، وليه عايزين نهد اي حاجه جميله بتحصل لنا؟ انت المتحف المصري الكبير ده اكبر متحف اثري في العالم، وبيضم اكتر قطع اثريه موجوده حول العالم. يعني المتحف المصري الكبير دوت فخر العرب كله المفروض. ليه بقى احنا نعمل فيديوهات زي كده؟ وكمان في فيديوهات بتقول ان المتحف المصري الكبير اتحرق، وناس تانية تقول لك اصل ممنوع دخول المصريين، ولا التذاكر مش عارف فيها ايه، وللسياح بس. حاجات كتيره جدا واشاعات بتطلع على السوشيال ميديا بسبب المتحف المصري الكبير. بس ده دليل ان المتحف المصري الكبير شيء ناجح جدا حول العالم، لانه لو كان حاجه مهمشه ما كانش في حد عمل الفيديوهات ده عليه، ولا حاولوا ان هم يشوهوا صورته. في النهايه ان المتحف المصري الكبير بخير، وربنا يحفظ مصر والوطن العربي، اللهم امين.